يموت أقول ألف مرة في اليوم بسبب حالته المعقدة والمأساوية، حيث تعرض إلى حادث مرور خطير من طرف مهرب قام بدهسه بواسطة مركبة كان يسير بها بسرعة جنونية، مما أفقده إلى الأبد ساقه اليسرى وجهازه التناسلية. سليم دريد وتفاصيله. تعيش عائلة مسعي بمدينة بئر العاتر جنوب ولاية تبسة معاناة حقيقية لا توصف بسبب حادث مرور خطير وقع للابن محمد عقب دهسه بواسطة مركبة تشتغل في حقل التهريب، مما أدى إلى قطع ساقه اليسرى كاملة ومعها جهازه التناسلي في صورة مأساوية نادرة تثير مشاعر الحسرة والندم على ضياع مستقبل براءة في عمر الزهور. عمرت قرعة ماء ومعها باب أنا وجيت تنديها له شوية ضربتني الكره، جيت فايت على الطريق ضربتني الكره، فقت كان في السبيطار. الشيء اللي ضربني بالطنوبيل وعدني باش يتكفل بيا وما تكفلش بيا. حالة محمد مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث وجد نفسه معاقا جسديا وفاقدا لأعضاء حيوية أخطرها جهازه التناسلي، حيث يشعر بالموت في كل يوم آلاف المرات. ما غضنيش رجلي أكثر من العضو التناسلي تاعي يعني. هو اللي ما نقدرش نقضي حاجتي. إنها فعلا مشاهد صادمة تستدعي وقفة دعم ومساندة من طرف الجهات المعنية أو من طرف المحسنين من أجل كفكفة بعض الدمع، خصوصا وحالة عائلته حرجة وأفرادها معدومون. عمليا تاعو اللي تنجح رسمية قد ونجاح عند ربي راه في فرنسا. هنا ما قدرش حتى في تبسة عززت على روحي، فياج عازز علي، كان نطلب فيه من عند الناس بلالف بلالفين بثلاث، اقسم بالله كان هذا هو الرسم، راني فقير ما عنديش. اتمنى يرجع وليدي لبس عليه ما ادريش يتألم قدامي وانا اشوف فيه باش نتهنى عليه نهار اللي نموت نظل متهني عليه. وفي انتظار تحرك عاجل وسريع اتجاه هذه الحالة الإنسانية والاجتماعية، يبقى محمد ينتظر من يمسك بيده ويحقق حلمه في التنقل نحو الخارج.